النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وأجمل صينية بطاطا ممكن تجربوها في حياتكم. طعمها تحفة سواء سخنة أو ساقعة، بجد حاجة كده من الآخر، طعمها يجنن. الوصفة دي أنا عملتها على القناة من حوالي سنتين، بس حبيت أشارككم بيها النهاردة لأنها وصفة تستحق التجربة، طعمها تحفة. احنا جبنا البطاطا، غسلناها وقطعناها وسلقناها زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هنهرسها وهنحط عليها مكعبين من الزبدة، وهنحط عليها قشطة معلبة أو وش اللبن المتوفر عند حضرتك، مفيش مشكلة. هنحط جوز هند مبشور، هنحط زبيب، وهنقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنحليها بحليب مكثف او نحليها بعسل او بسكر المتوفر عند حضرتك، مفيش اي مشكله. بعد كده هنجيب الصينيه وندهنها زبده وندخلها الفرن، وهنسيبها حوالي ساعه الا ربع في الفرن او ساعه. بعد كده هنحضر خليط الكريم كراميل ونحطه فوقيها، بعد كده ندخلها الفرن تاني ونسيبها حوالي ربع ساعه، وبعد كده هنحمر الوش بتاعها، تحطي عليها الكراميل وهتدوقي احلى صينيه بطاطا دقتيها في حياتك كلها، ساقعه او سخنه. جربوها، اتمنى الوصفه تعجبكم، يا احلى واجمل ناس في الدنيا كلها.